هنعمل النهاردة فكرتين أحلى من بعض من الأزايز البلاستيك. هدايا سهلة جدا ومش مكلفة، يعني أخيرا مش هنرمي الأزايز البلاستيك تاني. أول حاجة هنحتاج أزايز البيبسي اللي حجمها كبير كده، هنشيل الاستيكر من عليها، وطبعا بيبقى فيه حتة عليها لزق كده تحت الاستيكر، فممكن نستخدم الكحول كده وأي حتة قماشة علشان ننضفها. الكحول الابيض ده ما كانش كويس قوي معايا وما كانش بينضفها بسهوله، فاستخدمت الكحول الاحمر اللي هو السبرتو، بجيبه من محلات الحدايد والبويات، هو اقوى من ده. كده نضفتها وبقت تمام. انا هستخدم الجزء العدل اللي في النص ده اللي هو متساوي، فهقص كده بالقطر من عند الخط ده كده. يعني لو انتوا شايفين ان انتوا مش هتقدروا تتحكموا قوي، ممكن تبعدوا عن الخط شوية وبعدين تبقوا تسووها احسن ما تدخلوا على الحجم بتاع الازازة نفسها اللي احنا عايزينها. وهي سهلة مش متعبة ولا حاجة. كده فصلتها من هنا، هفصلها كمان من الناحية التانية، والاجزاء اللي بتطلع معانا دي مش هنرميها علشان لسه هنعمل بيها افكار تانية. نضفتها بقى كويس بحتة قماشة كده، وبعدين مهما حاولتوا تقصوها مظبوطة هيطلع معاكم برضو الحرف مش متساوي، فهنحتاج نستخدم المقص علشان يساوي الحرف. والموضوع برضو سهل مش صعب، وعلشان كده كنت بقول ممكن نبعد شوية عن الخط بتاع الازازة او القطعة اللي احنا عاوزينها، وبعدين ممكن نساوي بقى الجزء اللي فاضل ده بالمقص، بيبقى اسهل. انا كده سويتها من الناحيتين وكله تمام. حطيتها على الترابيزة كده وضغطت عليها كويس، وهاجي من عند الحرف ده وهضغط عليه كده بالمقص علشان تتني معايا كويس والحرف ده يظهر. وكمان هعمل كده الناحية التانية فهيبقى شكلها كده. همسكها بقى بنفس الطريقة دي وهضغط عليها، وهخلي الخطين يلزقوا في بعض او اوصلهم لبعض كده، وبعدين برضو هتني الحرف ده وهتني الحرف التاني، وكده هبقى عملت لها 4 زوايا علشان يطلع معايا الشكل مربع. وبعدين همسكها بقى كده وهأكد على كل تانية لوحدها. دلوقتي بقى هستخدم الدبل فيس، والدبل فيس موجود في اي مكتبة وسعره مش غالي. هحط حتة كده طويلة في نص البوكس تكون اطول من البوكس من الناحيتين من فوق ومن تحت. بعدين هتني الطول الزيادة ده لجوه كده، وهشيل الاستيكر من على اللزق، وهستخدم شريط الستان ده علشان ازين بيه او اعمل بيه شكل الرابطة بتاعة البوكس كده. وهتني برضو الزيادة بتاعته لجوه. ممكن تستخدموا في الخطوة دي شرايط من الورق لو ما عندكوش ستان. هعمل ال3 جناب الباقيين بنفس الطريقة. ده كده شكله. هاتوا بقى ورق كانسون باللون اللي تحبوه. الورقة دي مقاسها 11 في 11. اخدت علامة عند 1.5 و9.5 من ال4 جناب بتاعة الورقة. هستخدم بقى المبرد والمسطرة زي ما انتوا عارفين علشان اعمل تنايات في الورق من عند العلامات اللي انا اخدتها دي، فهوصل بقى العلامات كلها ببعض عن طريق المبرد والمسطرة. بعدين هتني بقى الاجزاء اللي انا حددتها دي فهتتني معايا بسهولة. ورق الكانسون اصلا بيكون تقيل وبيبقى صعب يتني بشكل منتظم كده وشكل حلو من غير الحركة اللي احنا عملناها دلوقتي. هعمل بقى فتحتين في الورق من عند الجزء ده كده. شايفين بقى المربع الصغير ده كده هتنيه لجوه، وهلزق على الظهر بتاعه كده دبل فيس، او ممكن تستخدموا الغيرة او الصمغ هيبقى احسن في الخطوة دي. ممكن كمان تستخدموا الشمع. هشيل بقى الاستيكر ده وهقفل الغطا كده في بعض. ممكن تعملوا الغطا بورق مطبوع علشان يبقى شكله احلى. ممكن تستخدموا اي نوع ورق بس يكون سميك شوية. ده كده شكله بعد ما تقفل. عملت واحد كمان بنفس الشكل والمقاسات. واحد منهم هيبقى الغطا والتاني هيبقى القاعدة بتاعة البوكس. هزين الغطا بالشكل ده كده بشريط الستان، وبرضو في الخطوة دي ممكن تستخدموا الورق بدل شريط الستان. عملت فيونكة ولزقتها بالشكل ده كده. هنجيب بقى البوكس وهلف عليه من تحت كده كله دبل فيس. انا بتجنب استخدم الشمع علشان الشمع هيسيح البلاستيك، بس لو ما عندكمش حاجة غير الشمع هقولكم ازاي تستخدموه مع البلاستيك في الفكرة الجاية. هشيل بقى الاستيكر من على الدبل فيس وهثبت البوكس في المربع ده كده، وهضغط عليهم كده علشان يمسكوا في بعض كويس. وده كده الغطا، وده شكله بعد ما اتقفل. شكله شيك قوي. ممكن بقى نحط فيه اي هدايا بسيطة زي كده، ونكمل الشياكة والحلاوة دي بالبابلز الملونة دي، بتعمل شكل حلو قوي. يعني شوية الحركات دي بتفرق قوي في الشكل النهائي.
وبعدين هنقفل الغطا، وده كده شكله النهائي. شكله طلع روعة وسهل جدا وما اخدش وقت ولا خامات. هدية لذيذة وتنفع لمناسبات كتير. تعالوا ندخل بقى على الفكرة التانية. جبت نص الازازة التاني وحددت كده طول 9 سنتي. اخدت علامات كده حوالين الازازة في مسافات متباعدة، وبعدين وصلتهم ببعض. يعني حاولت على قد ما اقدر ايدي تكون مظبوطة وانا بوصل الخطوط دي. وبعدين بالمقص كده بدأت اقص كل الزيادة بتاعة الازازة. بعدين نضفت اثر القلم كده بالكحول، هيطلع معاكم بسرعة جدا. استخدمت الورق الكانسون برضو. فتحت البرجل على 5.4 ورسمت دايرة وقصيتها. قصيت الورقة دي كمان مقاسها 3 في 34. حددت 1 سنتي هنا كده، وبعدين حطيت المسطرة وشديت خط كده بالمبرد. طبعا انتوا عارفين ليه، خلاص بقيتوا حافظين. بعدين تنيت الخط اللي انا حددته ده، او ال1 سنتي يعني اللي انا حددته. وبعدين هبدأ اقص ال1 سنتي ده 7 في 8 كده زي ما انتوا شايفين بنفس الشكل ده، لحد ما اخلص مساحة الورقة كلها. هنجيب بقى الازازة وبعدين هلف عليها الورقة، وهخلي ال1 سنتي اللي انا كنت محدداه كده من فوق من عند الجزء المفتوح من الازازة، وبعدين هلزق الورقة في بعض على قد الازازة بالظبط. بعدين حطيت غيرة على كل الأجزاء اللي باقية من ال1 سنتي اللي أنا سايباها دي. حاجة بسيطة جدا من الغيرة كده. وبعدين جبت الدايرة اللي احنا قصيناها مع بعض ولزقتها عليها، وفضلت ضغط عليها شوية لحد ما الغيرة نشف. فكده عملت غطا محكم زي ما انتوا شايفين. دلوقتي ممكن نزين الغطا كده بشريط ساتان. أنا كان عندي الشريط ده كده، كان لونه حلو ومناسب ومنقط كده وشكله لذيذ. حطيت نقطة في الأول كده ولزقت طرف الساتانة، وبعدين لفتها على الورقة كلها من غير ما احط أي شمع تاني، علشان الشمع هيكلكع تحتيها يبقى شكلها وحش. وبعدين حطيت شمع في الاخر وقصيت الزيادة. ممكن تزينوا برضو بشريط من الورق بلون مختلف، او ترسموا على الورقة كده بألوان فلوماستر وتزينوها كده. خلصنا الغطا، مش عاوزينه دلوقتي. قصيت ساتانة طولها 17 سنتي، والساتانة دي اعرض من التانية شوية، يعني دي عرضها 2 سنتي. حطيت عليها شمع من الطرف كده ولزقت عليها الشريط برضو الملون ده، وثبته في الاخر بنقطة شمع. ممكن تستغنوا عن الخطوة دي لان ده تزيين مش اكتر. دلوقتي انا هستخدم الشمع مع البلاستيك، بس مش هستخدمه دايركت على البلاستيك علشان ما يتأثرش. حطيت نقطة على شريط الستان كده ولزقتها في الجزء ده، والزيادة بتاعة الستان هلزقها من جوه كده برضو بالشمع، ومش هحط الشمع على البلاستيك. زائد كمان ان انا كنت موطية درجة حرارة المسدس بتاعي. لو المسدس عندكم مش هتعرفوا تتحكموا فيه في درجة الحرارة، يبقى هتطفوا المسدس شوية يبرد حاجة بسيطة قوي وتستخدموه. ولو لقيتوه انه برد خالص ممكن تشغلوه تاني شوية وترجعوا تطفوه، هكذا. هغلف بقى الازازة كلها بنفس الشكل ده، او هزينها يعني كده. الفكرة تقريبا خلصت. قصيت شريط ستان تاني مقاسه 20 سنتي وزينته بنفس الطريقة اللي فاتت، وبعدين حطيت شمع على الطرف كده ولزقت الستان في بعض. وفي ظهر الجزء اللي انا لزقته في بعض ده هحط نقطة من الشمع، وبعدين هلزق الستانة في بعض وهحاول اوسطنها كده. وفي الظهر كده هلاقي الجزئين دول مش ملزوقين في بعض، برضو هحط نقطة من الشمع وهلزقهم، وهحتاج منها 4. هحط شمع في النص كده وهلزق كل 2 في بعض على شكل زائد. بعدين هحط شمع على اي واحدة فيهم وهلزقها على التانية كده بالشكل ده. واخر حاجة الستانة دي طولها 8 سنتي، لزقتها في بعض كده. بعدين لزقتها في النص كده فكملت الشكل. شكلها لذيذ قوي، ممكن تستغلوها في اي هدية انتوا عاوزينها. جبت بقى الازازة وثبت عليها من فوق الفيونكة او زي ما تحبوا تسموها بقى. طلع شكلها روعة ومبهجة جدا وشكلها جميل. كانت الوانها تحفة بصراحة. هنفتح الغطا بقى ونحط اي هدية احنا عايزينها. دي اكبر من التانية شوية وبتشيل حاجات اكتر. في افكار هدايا كتير تنفع قوي مع الاحجام اللي زي كده، كلها بسيطة ومش مكلفة.
وبس كده، ده شكلها النهائي. فكرة بسيطة جدا، طلع شكلها رقيق وتحفة. وبرده مش عاوزين ننسى الكتكوتة الصغنونة دي، شكلها برده تحفة قوي وعجبتني. محدش يتخيل اصلا ان هي من ازازة بلاستيك. وبرده مش عاوزاكم تنسوا ان احنا عملنا الفكرتين من ازازة واحدة بس، يعني بدل ما نرمي الازايز ممكن نعمل بيها افكار هدايا اقتصادية وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مستنية رأيكم في الكومنتات، وعايزة اعرف انهي فكرة عجبتكم اكتر. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.